ريسكيو برو اللي مدوخكم هقول لكم هو بتاع ايه دلوقتي وهتنزلوه ازاي. طبعا اللي ما شافش الفيديو يا جماعه اقدر اقول له ان الفلاشات بتاعه سانديسك فيها في جوه كده الغلاف في اشتراك لمده سنه في ريسكيو برو. ده بتاع ايه ريسكيو برو وهنزله ازاي هقول لك دلوقتي. اول حاجه هتفتح الاكسبلورر بتاعك وهتكتب الموقع ده زي ما هو مكتوب كده وهتدوس انتر هيفتح لك الموقع بتاع ريسكيو برو. ده الاشتراك بتاعك اللي انت واخده هديه ريسكيو برو ديلوكس. لو انت عندك بي سي هتدوس على الزرار ده، لو عندك ماكنتوش او اجهزه ماك بتدوس على الزرار ده طبعا. والداونلود كده خلص انستول. اول ما بيشتغل معاك بيطلب منك الاكتيفيشن او اللي هي اللايسنس اللي هي موجوده عندك اوريدي فين بقى في غلاف الهديه. في الاخر هتلاقي المسج الظريفه بتاعت اكتيفيشن سكسفول. البرنامج ده بقى بتاع ايه ريسكيو برو؟ زي ما انت شايف كده مكتوب اسمه ايه فايل ريكفري يوتيليتي. فايل ريكفري يوتيليتي يعني هو بيرجع الملفات القديمه او ممكن يمسحها كمان بالكامل. يعني مثلا هنا ريكفر فوتوز ممكن يرجع لك الملفات الصور اللي كانت موجوده على الفلاشه وراحت. ريكفر اوديو فيديو ملفات الصوت والصوره وملفات الفيديو طبعا. ريكفر اول فايلز ممكن يرجع لك الملفات كلها اللي راحت. وممكن يعمل لك باك اب كمان للميديا ووايب ميديا. ده مهم جدا بقى يا جماعه. ليه بقى؟ مش معنى ان انت عملت ديليت للملف من على الفلاشه ان الملف ده ما يبقاش موجود، لا عادي هو ممكن يعمل له ريكفري ويرجعه تاني خالص ويبقى كل اسرارك اللي كانت موجوده على الفلاشه وانت فاكر ان انت مسحتها هي ما اتمسحتش اصلا وهي موجوده على الفلاشه بس شكلها قدام عينك او اي حد عادي بيفتح الفلاشه مش هيلاقيها موجوده ولكنها هي فعلا موجوده لو عمل لها ريكفري. فوايب داتا ده بيمسح او وايب ميديا ده بيمسح الملفات من جذورها خالص ما بتبقاش موجوده اصلا على الفلاشه. طبعا مش الفلاشه وبس، اي هارد درايف او اس اس دي درايف نفس الحكايه بالظبط. لو حابب تعرف اكتر عن البرنامج ده اكتب لي بس في الكومنتات البرنامج وانا هرد عليك بكل التفاصيل. سلام.